أمريكي تعرب عن امتنانها لقطر لدعمها منذ فترة طويلة للوجود العسكري لواشنطن والتزامها المستمر نحو الأمن الإقليمي، وهذا بيان للجيش الأمريكي. عبد الباري، والله هذا بيان مهم جدا، يعني هذا ربما يعني يفسر على انه تحذير المملكه العربيه السعوديه والامارات من اي محاوله تدخل عسكري في قطر. يعني ربما انا هذا تفسيري له. يعني لماذا الجيش الامريكي يصدر هذا البيان في هذا التوقيت على وجه التحديد؟ ربما انه هذا يؤكد ان امريكا ملتزمه بالدفاع عن امن قطر. ربما انه امريكا ربما تريد ان توصل رساله بانها تعارض اي تدخل عسكري. يعني الامتنان ايضا كمان الحفاظ على قاعده العديد والسيليه في قطر واستمرارها في اداء دورها، ونحن نعرف ان هذه القاعده استخدمت في قصف العراق، استخدمت ايضا في قصف في سوريا، وربما ايضا منها طائرات لليمن بطيار او بدون طيار. فاعتقد ان هذه هي القصه الاساسيه، هذه رساله امريكيه ومفاجئه وجرى اختيارها بشكل جيد. ربما لان بيان مثل ما قلت بيان تيرلسون وزير الخارجيه الامريكيه كان مائعا، كان غير قوي، كان أقرب إلى بيانات الأمم المتحدة منه إلى بيان دولة عظمى، خاصة أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين من الحلفاء اللصيقين للولايات المتحدة الأمريكية. فبيان مهم، لكن النقطة الأساسية هو هل تقف الأمور عند هذا الحد لقطع العلاقات وفرض الحصار؟ أنا في تقديري يعني ربما الأمور تتم بالتدريج وبالتقسيط. يعني في البداية كانت هناك حرب إعلامية، الآن هناك حصار خانق، حصار بحري، حصار بري، حصار جوي. أنا لا أستغرب مثلا أنه يتم إصدار قرار مثلا بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي. الآن عمليا يعني قطر جمدت عضويتها في مجلس التعاون الخليجي عندما لا يعني يطرد القطريون من الدول الخليجية الثلاث ويقول لهم معك أسبوعين لمغادرة قطر. أيضا عندما يمنع مواطنو مجلس التعاون الخليجي من دخول قطر، عندما يمنع الطيران الخليجي او كله بكل، وهو طيران قوي جدا، طيران الخليج، طيران الاتحاد، طيران الامارات، ويعني عندما يمنع من الهبوط في الدوحه، هذا يعني عمليا انه منع القطريين من التواصل مع الدول الخليجيه الأخرى. وربما كلامك صحيح عندما اشرت الى احتمال التوصل الى الصدام من نوع اخر، باعتبار ان حتى وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف عندما تحدث مع نظيره القطري في اتصال هاتفي فإنه دعا أو حث نظيره على حل الخلافات بين الدول العربية من خلال الحوار. نعم، هذه يعني قصة أستاذ توفيق. يعني عندما يقول لك يعني حتى تركيا يعني هناك معاهدة دفاع مشترك بين قطر وبين تركيا، هناك قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، وتركيا قالت أنا مستعدة التوسط. هي المسألة يعني الطرف السعودي الإماراتي أو الحلف السعودي الإماراتي المصري البحريني أغلق الأبواب كليا أمام المصالحات. وأنا في تقديري عدم قيام أمير قطر بوساطة مثل ما فعل عام 2014 هذا لأنه ربما لم يتلقى أي ترحيب إيجابي من قبل الدول التي دخلت في خصومة مع قطر للقيام بمثل هذه الوساطة، ولذلك فضل البقاء على الحياد ولم يتدخل في هذه الأزمة على الإطلاق. دولة عمان، سلطنة عمان والكويت فضلتا أن تظل أو تنأيا بنفسيهما عن هذه الأزمة كليا واتخاذ موقف حيادي. أنا في تقديري نفس الشيء الآن، روسيا موقفها حيادي، تركيا موقفها حيادي، إيران موقفها حيادي، وهذا أمريكا موقفها شبه حيادي. فهذا يعني أن قطر أصبحت وحيدة وأصبحت في مواجهة هذه الهجمة لوحدها وبدون حلفاء أو حتى بدون أصدقاء. وهنا في تقديري يعني يشجع المربع المصري السعودي الإماراتي البحريني للتمادي واتخاذ خطوات أخرى. نحن لا نعرف يعني هذه الخطوة المنع جاءت بعد أن ذهب عادل الجبير وزير خارجية السعودية إلى القاهرة، وبعد أن ذهب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى السعودية. هذا يعني أن هناك تنسيق وهناك خطوات أخرى. هذه الخطوة التالية بعد التصعيد الإعلامي لا نعرف الخطوة الثالثة هل ستكون عسكرية، هل ستكون إبعاد قطر من مجلس التعاون الخليجي، هل ستكون بعد إبعادها من التحالف العربي، هل يعني هناك أسئلة كثيرة، لكن أنا لا أستغرب مفاجآت ربما أكثر خطورة في الأيام المقبلة.